أنا مغرم يا أخوان في مطار الجزائر. الحقيقه ديال خالد العليان وعلاش مشى للجزائر وكيفاش مشى للجزائر واشنو كيقول على الجزائر ونشوفوا شنو غيدير. اول حاجه ما تمشيش تفرج فيها، جاي تفرج عندي ولا تفرج عند اي مغربي اخر باش ما تمشيش تطلع عليه المشاهده. هذه الحديقة اليابانية داخل المطار هنا. باش ما تقولوش قطعت، خليت حتى الانتقال الثاني باش حديقه يابانيه فيها 5 شجرات. وعباد الله وعباد الله وعباد الله. لا بلاش اول حاجه دير لايك كومونتير بارطاجي واشترك في القناه باش نكملوا الفيديو. اليوم كاين غير الضحك وغنطلعوه مزيان. الجزائر يا اخوان، ومن مطار الجزائر الرائع والجميل، ما شاء الله تبارك الله. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير، والرايه الجزائريه حاضره. مطارهم مذهل رائع جميل. هذا المطار جديد يا اخوان، تاسس 2019. مطار الجزائر فيه 5 شجرات يابانيه وفيه رمضان كريم ومدورينها باش حتى حد ما يقرب ليها، وفيها الرايات ديال الجزائر كبار. شي جمال معماري ما بانش. الله مطار حلو، مطار واعر بزاف. الله يهديك السي خالد. ولكن السؤال الحقيقي اللي كيطرح نفسه في هذه الحاله هذه، ما عرفتش واش رديتوا البال ولا لا. واش الخيريه عندهم اليوم فاتح ماي ما خدامينش؟ علاش هاد المكازات هادو اللي كتشوف دابا في الصوره مالهم لا سادين؟ واش هذا مطار؟ هذا مطار هذا؟ ما شاء الله الجزائر جميله، والله انا مغرم بالمطار هذا. تخيل معايا واحد في السعوديه وكيشوف مطارات السعوديه وشاف مطارات قطر والامارات ومجموعه من الدول الاوروبيه، يقول لك انا مغرم بهذا المطار هذا. فيه شي طابع ديال التاريخ؟ لا. فيه شي حاجه زوينه كبنايه عصريه؟ لا. شنو فيه؟ جوج رايات. ايوا اش فيه اخوي سلام. 2019 ان شاء الله يتسع 10 ملايين مسافر في السنه ان شاء الله. 10 ملايين ان شاء الله يتسع ل 10 ملايين في السنه. 10 ملايين في السنه ان شاء الله. انا غير كنكذب، وربي الا بغى يحقق هذا 10 الملايين عادي جدا. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ونرجعوا باش نوريكم بصح الحديقه اليابانيه. انا كذبت عليكم في الاول، هي حديقه يابانيه عامره بزاف ومتنوعه. هذه الحديقه اليابانيه. الله الله الله. لا ممكن دابا تحسبوا، راه قلت لكم 5 هي 5 ما كاش. ولكن شنو حديقه يابانيه لا بغيتي ديرها في مطار الجزائر خصك تجيب شي حاجه نادره لا. الله حديقه يابانيه في مطار الجزائر. الله انا مغرم. انا قامتنا في الجزائر، مستعدين تشوفوا معنا شيراتون الجزائر على البحر الابيض المتوسط. لا سي خالد، هذه ما كانش خاصك ديرها. هذه ما خاصكش ديرها. هذا الشيراتون هذا مخصص للبكاء ديال الخيريه، ما مخصصش ليك انت صاحبي. بغاو يديوه لشي بلاصه زوينه، داو البلاصه اللي كنكلاشيهم بها. العشاء والبكاء فين؟ في الشيراتون. فاهمين؟ لا اجي نشوفوا الشيراتون. الشيراتون معروف سلسله فنادق اللي كبيره وواعره الى اخره، وفيها اجنحه سويت واعرين ديال بصح. اجي نشوف. الله تبارك الله. الله ما شاء الله تبارك الله. هذا هو جناحنا هنا في الجزائر. بسم الله وعلى بركة الله. خلونا نشوف الإطلالة. بسم الله وعلى بركة الله. الجناح كله تقريبا قدو قد البيت ديال الخربوشه. بالتالي جناح كندوي عليه مصورينه ب 0.5، يعني مصورينه بعدسه صغيره اللي كتبين الوايد انجل، كتبين لك فهمتي داك الشيء كلشي. انت كتوقف هنا كتصورك حداها. ما فهمتوني. وشنو فيه هذا الجناح؟ والو. شفتوا الجليج ديال البالكون؟ انا لله وانا اليه راجعون. اي حاجه لا في الخدمه نطبخها. الله يبارك. اش داك عندهم خالد؟ اش داك؟ شوف غنقول لكم الحقيقه، باقي ما دويتش على الحقيقه ديال الزياره، غنقول لكم في الاخر كيفاش وعلاش. اش داك اخويا عندهم اللي تبقى شاد يدك بحال هكا وما يسلمش عليك؟ عباد الله. هذا نورمالمون مسؤول الفندق. هذا المسؤول الفندق راه خصو يكون ملم بادق التفاصيل ديال النزلاء ديالو. المهم شفتوا الصوره هذه غتبقى، شوف التعابير ديال الوجه وشوف اليد كي بقات بلاكا. ما عندي ما ندير لك، هادشي عطا الله، انت اللي اختاريتي ماشي حنا. غير هو عندي تساؤل، كيفاش واحد كيقول لك انا في زياره للجزائر، كيتلقى ليه مسؤول في المطار، كيتلقى ليه مسؤول في الفندق، كتخرج ليه الفيزا في ساعه ديال الوقت، رغم انه الخيريه معروفه انه كيخصك تجيب بزاف طرق الى اخره وتسنى شحال عاد كيقبلوا. قضيه باينه، بيع وشراء هاك واراء. وتلاحظوا مزيان انه فاش كان في المغرب كان كيتكلم على طبيعته، كيشوف اي حاجه بسيطه جدا عاديه، كيمشي للبلايص اللي غيتمنع منهم انهم يمشيو من الجزائر وعقلوا على هذه الهضره. ولكن فاش كتكون مخلص لا، كتقول هضره. ما بعد الافطار وصلت الحلويات
الحلويات الجزائرية. اجي باقا ما بديناش في الماكله. فين هو الافطار؟ نورمالمون دار فطر هو كان صايم وفطر، ولكن ما وراناش الاكل الجزائري. غيخليو حتى الغدا ولا بعد غدا ملي غيشوفوا الفيديوهات ديالنا عادي غينوضوا يديروا ليه الاكل وغيشفروا داكشي ديال المغرب ويديروه. المهم ما عليناش، خليك معايا في هذه الصوره. حتى كيفاش اتاي كيتحط بلا صينيه، حتى كيفاش اتاي كيتعطى هذاك الكاس بحال هكاك. حتى كتشوف واش هذاك الكاس ديال اتاي ولا ماشي معقول. قطايف. قطايف جميل. وخبز تونسي. المهم بقى عليه ما عرفتش ديك قلب اللوز وكذا. المهم انا ما ندخلش معاك، ما كنفهمش في الحلويات بزاف، في التاريخ ديالهم ما ندخلش معاك. كيفاش قطايف اصلا كلمه خليجيه. كيفاش خبز تونسي جزائري. معليش نسى كاس اتاي باش الله نبردو فيه. الله، احلى اتاي. لا ما نتفق. شوف بغيتو تشفروا اتاي شفروا، ولكن السميه ديالو تقولوا اتاي حتى نتوما لا كنعرفوا كاس دلاتاي. هادشي اللي كنعرف انا عندكم هو سمحوا لي. شفروا شفره مقاده، ماشي تشفروه بسميتو بكلشي ليه، لا سميتو اتاي مغربي. بغيتي تقول شي حاجه اخرى قول شاي جزائري، قول اللي بغيتي. الله يبارك فيك. احلى شاي جزائري. احلى شيء جزائري. لا حتى كيفاش ما بقى سميتو اتاي ولا سميتو شاي جزائري. دابا في الاول اتاي ومن بعد منها شاي جزائري. قريو وليداتكم شويه باش يعرفوا يهضروا، قريوهم ما تبقاوش. شوف كتبوا لهم في ورقه شنو غيقولوا. كامل استاذ. عندك انت في العائله؟ انا ما نكذب عليك استاذ، ما يحبوش قلب اللوز هذا. في العائله احنا ما يحبوش قلب اللوز هذا. علاش؟ لانه ما قدرش نشريه برك يا اخو. هذا ما كان. شاي جزائري بسم الله. طيب لا باينه فيه طيب. شوف بنادم راه فاش كيذوق واحد الحاجه وكتعجبو كيبان لك ديك الساعه باينه فيه طيب. والدليل ها هي الصوره وقفناها في الوقيته اللي قلتي طيب. واش هذا منظر ديال شي واحد كيقول طيب؟ واش هذا منظر ديال شي واحد عجباتو شي ماكله؟ لا صاحبي لا. انت تعلم تمثل، شديتي الفلوس ومثل حلل رزقك. شوف خالد، الا كانوا خويا خاطفينك ولا شي حاجه ولا مبزين عليك ولا قولها لي، غير عيط لينا حنا نجيو. انت غير قول لنا راهم خاطفينك حنا نجيو نجريو. واخا ما درتي فيها ما يليق ماشي مشكل. المهم ولد الاصل كيبقى ولد الاصل، وولد الناس كيبقى ولد الناس. هادشي اللي عطا الله. انا ما كنقولش خالد العليا من حقه يمشي لاي بلد بغى يمشي ليه في حياته، ما عنديش غرام مشكل. والزياره ديالو الجزائر حتى هي ما عنديش فيها غرام ديال المشكل. ولكن باش تكون زياره الجزائر من بعد المغرب وكذلك انك تكون مخلص فيها حشومه وعيبها. سالينا باقي يا صاحبي صبر، مازال داكشي الزوين وما تصبر معاه. غنرجعوا ما شاء الله تبارك الرحمن. ربيع المغرب رمضان 1447. السنة هذه الربيع في المغرب مختلف. معكم أبو أنس الشمري، راح أصور لكم إن شاء الله الربيع السنة هذه أفضل ربيع مر على المغرب إن شاء الله. هو شوف ما كتخسر والو، 0 درهم. الناس كتجي كتصور كيبان داكشي واعر على داكشي اللي درت. شط هذا الفيديو ديال الطير والله تواه. انا مغرم. انا مغرم. شوف الجمال، شوف الروعه. الله، انا من مطارها الان، من مطارها دخلت قلبي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمين مطارها والله تبقاش تحلفها خالد وهذا باش وعباد الله. خلوني نفوت شويه خالد، نفوتوا شويه عفاك. ورجاء كنقول لكم ما تدخلوا عنده، ما تكومونطيو ليه، ما دير جيم، ما دير ليه ما دير شي حاجه، غير عطيه اتساع. وكنفضل تلقى اي مغربي شاد فيديو بحال هكا مرياكت عليه ولا اي حاجه، شوفوا عنده ماشي مشكل باش ما تساهم في الدعايه الكبرانيه. ودابا بغيتكم تركزوا معايا مزيان. وهنايا كاع نعرفوا قصه اهل الكهف. كنا نعرفوها. زيد شنو راه تما. اهل الكهف على بالكم باللي في القصه هربوا من هذا الامبراطور دقيوس. هو كتقول الروايات انه هربوا من الامبراطور ولا الملك ولا هذا دقيوس، ماشي مشكل. وما سميتوش غير دقيوس هي واحد الاسم الاول. المهم ما عليناش. زيد شنو كاين تما. هما عم بالهم باللي رقدوا ليله وحدهم، بعد كي عرفوا باللي رقدوا بزاف من الوقت، واحد 300 عام، قالوا رقدنا من عام دقيوس. فين قالوا هذه؟ قالوا كم لابثنا؟ فين قالوها؟ فين قالوا دقيوس؟ اشرح لينا اخو فين كانت دقيوس هذا وفين قالوها. معليش اسيدي هادشي اللي كتقول فيه صحيح ماشي مشكل، تفضل. وهاد الناس من عام دقيوس، وقت دقيوس، من عام دقيوس فوالا، وحنا نقولوها في الجزائر من وقت دقيوس، ماشي من فاق معنا دابا. نتوما كتقولوها في الجزائر مشينا فيها صافي. دقيوس جزائري، اهل الكهف جزائريين. الجزائر هي ام الحضاره وام الحياه والعالم. ولما بحثت انا قلت بالك يقولوها في المناطق يعني العربيه، بالك اشقائنا ما يقولوهاش، تنتقال غير هنا في الجزائر عام دقيوس. وهذا هو السؤال الكبير، لانه كاين دراسات تقول انه اهل الكهف نيفين كانوا في بلاد الاردن
او بلاد الاناضول يعني. واخا دابا نتوما بوحدكم كتقولوا دقيوس من عام دقيوس، والروايات كلها كتقول انه دقيوس كان في الاردن او الاناضول اللي هي تركيا والعثمانيين الى معليش شنو الرابط؟ شنو اللي مخلي دابا هذه القصه الدلائل كلها التاريخيه كاين كذا؟ ما فهمتش علاه في هذيك المنطقه ما يذكروش الملك دقيوس وما عاشوش البطش تاعو باش يقولوه زعما هذه العباره. دونك كاينه غير هنا في الجزائر. على هذه كاين دراسات راهم يقوموا بها باحثون يقولوا باللي يعني اهل الكهف كانوا في المنطقه تاع شمال افريقيا بالضبط في الجزائر. شكون هما هاد العلماء؟ العار عطينا سميه وحده ديال شي عالم واحد قال لك هاد الهضره اللي قال لك هو من شمال افريقيا وبالضبط في الجزائر. عطينا يا اخو عطينا يرحم بابك. دابا شوف انا نجاوبك بطريقه سهله ويفهموها كاع المغاربه. دابا حنا في المغرب كنقولوا من عام الفيل، كاع المغاربه كيقولوا من عام الفيل. دابا شوف الفيل اصل الفيل هو مغربي، فبالتالي اي فيل لقيتيه في العالم الاصل ديالو من المغرب، لانه كنقولوا حنا من عام الفيل. استغفر الله العلي العظيم على هذه الكلمه اللي غنقول، ولكن والله العلي العظيم القصد راه واضح وشريف. دابا صوره الفيل تكون مغربيه مثلا، المهم انا ما قلتش لك راه مغربي، المهم غير غتكون كنطرح تساؤل. دابا حنا في المغرب كنسميو انس وكنقولوا انس، واش انس بن مالك مغربي؟ ما عرف. الدراسات بعدين تثبت انه اهل الكهف كان مكانهم بالجزائر او بشمال افريقيا، يا اما ممكن تكون الاتراك او العثمانيين لما اجوا على هي المنطقه جابوا معهم هي القصه بهذا المثل. وانت الا ما تقولش لي هذا الشيء يا صاحبي، انت راه مخدمينك راه غيجريو عليك. لا قلتي لهم هاد الهضره في القناه ديالهم يا صاحبي، انت كيفاش تقول لهم لا العثمانيين العثمانيين دي جبتي عليك. راني نتسائل يعني كيف الان المشاهدين ولا كيما الان نحن عم نتساهل عم نحاول هو ولا غير كيتساءل، ما كاينش دراسات وداك الشيء، ولا يتساءل علاش جبد لي العثمانيين، جبتي العثمانيين هو يهرب صاحبي. خليه كنكمل لنا غير ليستواغ يقول لنا راه شي واحد اخر حتى هو راه ساير. لا بالله واحد الفقره كنديرها معطله المره قلت نديرها بكري. عرف شو طبعا ديالك مشوش لي في كومونتير ديك النهار، كتبوا لي دابا في كومونتير الفقره ديال من شكون المغاربه. شوف المغاربه انواع والدود نوعان والهبل. دابا شوف المغرب مغاربه انواع بكل صراحه، هذه ما كذبش فيها باش نكونوا منطقيين نكونوا واضحين. المغاربه انواع ولكن الجزائريين نوع واحد، كلهم في حال ما كنعممش غير ضاحك. الجزائريين نوع واحد، المسطين كلهم كيشبهوا هذا اللي غيهضر. لكن المغاربه على بالهم كيما حنا الجزائريين. المغاربه بالنسبه لهم الملك هو الصمام امان، يحافظوا على استقرار الدوله. على بالهم في غياب الملك البلاد تدخل في الفوضى. هو كيفاش هضرتي في شي حاجه وفهمتيها ودابا عرفتيها بوحدك هذه المعلومه، ولا قال لك شي واحد عطاك شي واحد النقله؟ كيفاش عرفتيها بوحدك يا صاحبي؟ صعيبه هذه. شوف انت ما كتقول شي حاجه الا وغتقول شي خرطي وراها. قول فهمت؟ هما لما يدافعوا على الملك يدافعوا على استقرار البلاد، كيما حنايا ندافعوا على الرئيس تبون. الله يا ودي الله يا ربي الله. كيفاش صاحبي كتقارن وتقول حنا ندافع على الملك من اجل الاستقرار، كيف ما نتوما دابا نتوما كتدافعوا على تبون من اجل الاستقرار، حنا كندافعوا على تبون من اجل الضحك، نتوما كتدافعوا على تبون من اجل استقرار. تبون هو اللي حاكم وما كانش وجه للمقارنه. حنا لما ندافعوا على النظام نتاعنا ماشي لانه النظام ما فيهش عيوب، لكن الكثير من العيوب في النظام. لا ما تقولش هي عرفتيها بوحدك وعرفتي ان النظام ديالكم فيه عيوب. هم حليل هبيل، النظام ديالكم ما فيش العيوب. واش كاين شي نظام فيه عيوب؟ الغرفه المظلمه والنظام والقانون الدولي والجماعات الدوليه كلهم خدامين معاه. لا لكننا نعلم على انه اسقاط هذا النظام سيدخل البلاد في الفوضى. لا بربي دابا لا مشى تبون دخل صافيه تولي. لا غير حنا اللي ما بقاوش نضحك. نسيت هذيك السيده اللي كانت قالت لي ما تبقاش تذكر سميت. قلت لي في بالي في هذه الساعه انت على قبل الوالده ديالك قلت لي كتفرج وهي كتحشم. الله الا سمح لي ما عندي ما ندير هادشي عطا الله. زياره البابا الفاتيكان على بالك باللي كل الادعاءات التي كانت تحوم حول الجزائر بأنها دولة غير متسامحة ومن هكذا كلها باءت بالفشل. لا الجزائر متسامحة. الدليل هو أنه واخا المغرب ما دارت لها والو، ناضت قطعت مع العلاقات وقطعت على الجو والحدود متسامحة جدا. متسامحة غير مع البابا الفاتيكان، ما متسامحاش مع كل شيء ولا شنو؟ هي الشجرة التي تغطي الغابة. الشجرة التي تغطي الغابة، يعني داك التسامح هو الشجرة والغابة هي الحقد والغل والسبان والمعيور والحقد. ياك الرئيس القادم بعد الرئيس تبون هو بوعلم. هذه الترتيبات اللي راهي الآن، هذا التعديل الدستوري والترتيبات تدخل في هذا الإطار. إما بوعلم يوصل إلى جدار، وبالتالي راح يطلب من تبون قبل غرق السفينة إنقاذ ويبعث سفير في أي دولة، ويروح سفير لأن السفينة ستغرق وبالتالي ينجو بنفسه.
بن قصدير تاش من تبون بوعلا خلينا نتبون الله يرحم بقاش قلنا هاد الهضره كلها عندنا ما نديرو بها تبون غيبقاو العهده الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثامنه الى ما لا نهايه حتى ربي يكتب ليه الاجل شي كاين. مستحيل الجزائر تعرض تاريخها الحقيقي، مستحيل. كيفاش الجزائر ما تقدرش تعرض تاريخها الحقيقي؟ ما فهمتش انا. تسطيني انت شي نهار واخا عارفين راسكم بعدا انه تاريخكم الحقيقي ماشي حقيقي، يعني التاريخ كيقول لكم دابا ماشي حقيقي والحقيقي ماشي هو التاريخ وما كاينش التاريخ. المهم اشرح لينا الله يرحم باك. راح يبان لك تاريخ مغاير تماما لواش قريته في الكتابات، مغاير تماما. المعركه لديها ابعاد اخرى من عالم واحد اخر. باسكو علاه الوعي صعيب. لو كان تفهم الشعب هذه المعادلات يولي يشكل لك خطر. معركه راها من عالم اخر. لو كان تشكل الوعي يشكل الشعب يشكل لك خطر. ما فيهاش علاقه هذا الشيء بالتاريخ. واش الغرفه المظلمه كتقول لكم ما تقولوش التاريخ؟ ما فهمتش. اشرح لينا الله يرحم باك السي الهبيل. الهبيل انا شي نهار غيسطيني. دابا تخيلوا معايا حنا الجزائر لا تستطيع ان تقول او لا تعطي تاريخها الحقيقي. علاش مخبين ولدوير الزمان؟ ما فهمتش اصاحبي. لا ماشي هو مكلخ، انا اللي ما كنفهمش، انا اللي بليد فهمت. اما هو فاهم ورا عالم اخر. اش ضارب باش واصل هذا النيفو هذا. الحركه الاسبانيه راهي مجموعات واسبانيا راهي مشوكيه. الهجره الغير ماشي سببها اقتصادي فقط. لا هذه بصح الهجره اللي كتمشي في فلوكه السبب ديالها ماشي اقتصاد. اما اللي كيمشيو في الطيارات وكيكون عندهم فيزا وكيحرقوا الفيزات ديالهم فهذوك هما السبب الاقتصادي فهمتي. دابا كاين بصح الناس كتغامر بروحها كتغامر بحياتها بوالديها كلشي ماشي سبب اقتصادي لا بالمره. لا سببها هو الضغط النفسي والاجتماعي. لا بصح دابا الضغط النفسي فهمتي. بنادم كيحس براسو مضغوط جالس هو ما عنده ما يدار، الحياه كلها زوينه وهو ما عنده ما يدار، كيبغي يمشي يحرك مسكين عادي. ما ضغط نفسيه واجتماعي. وعصابات رجال الدين وعصابات رجال الأحياء وعصابات رجال الأعمال وعصابات المحللين الهبال وعصابات اللي ما كيتسمى رئيس الدولة وعصابات رجال الدين. عصابات صاحبي الله يهديك والله يهديك المحلل البيل. قلت لكم قبيله المغاربة أنواع لكن الجزائريين نوع واحد. كان عايش في بريطانيا مهني ما خاصو خير وكيقول لهم نتوما في الجزائر عندكم هذه خايبه ترجع للبلاد ولا باغي يضارب مع اي واحد في اي بلاصه. والله العلي العظيم يا هاد العباد هادو غير حيوانات. شوف باش يفتحوا له يفوت صافي كفر السيده ولا كيبان ليه كل شيء حديقه الى اخره. المهم سقلاب مسكين الله يكون في العوان. تبون يعطيك التاريخ اكزاكت وقته البي بي تاعنا راح يطلع فان 2025 فان 2025 واضحه. لا ما واضحاش انت ما فهمتيش. ما قالش هو اصلا 2025 قال 2025 خصك تفهم هذه شنو 2025 داخله فيها 2025 وفيها 6 يعني 6 2026 وداخله فيها حتى 6 فهمتي 7 فهمت. دونك السيد راه عارف اش كيقول انت اللي ما فاهم. 2025 سمعتها 2025 ماشي هي 2025. ما يقول لك لا بدلت ديبي premier trimestre semestre 2026 ديبي بريمي تريمستر اون سيمين 2026 واش التهتوير هذا fin 2026 فيقولوا تبون لا ما لا ديبي لا فان في النص en cours de 2026 en attente au début كاين à la fin ولا ما صدقاتش 2026 راه كما قلت لكم هو قال 2025 يعني داخله فيها 7 2027 عادي خلونا نتبوا نضحكنا ونشطنا الله يرحم لكم وادين واجوا نشوفوا اش غنشوفوا ثاني هكا. يعني التراث نتاع تونس قاعد يتسرق قدام عينينا ونحن ساكتين معناها. التراث نتاعنا يا توانسه قاعد يتسرق قدام عينينا ونحن ساكتين. ولات حرب اعصاب. الميساج نتاعي لليوم وزيرة الثقافة آمنة سرارفي بربي عجل في تسجيل الجبة التونسية باسم تونس. هذاك تراثنا وتراث اجدادنا. لا ما بقاش تراثكم. مادام الجزائريين كيدخلوا واحد الحاجه ما كيبقاش التراث ديالكم كيولي التراث ديالهم. ما كاينش حتى مشترك لا ديالهم. نتوما ما كتسالوا فيه والو. يجيو عند المغاربه سولوهم تعرفوا شنو هي الحروب اللي نايضه وتعرفوا شنو هي الروينه اللي نايضه. احتراماتي للشعب الجزائري قاعدين يقلدوا في الجبة التونسية قاعدين يحضروا في ملف باش يتم تقديمه على اساس تراث مشترك في شنو سمحت في شنية اختي. لا ما كنتيش كتفهمي انا نشرح لك الله يرحم لك والدي. ما تبقايش تعايري وتقولي لا مع احترامي للشعب الجزائري.
جزائريين اللي شافوها راه ديالهم اصاحبي، اللي شافوها ديالهم، واللي ما شافوهاش عندهم فيها النص. داكشي علاش مشترك، لانهم هما ما شافوهاش راه يديوها لكم كامله، غيكون اهانه. حتى كيفاش تحافظ الدراجه عاوتاني. دابا المغاربه نايضين كيتكلموا وليد الركراكي لا غيمشي لا غيبقى الجامعه تنفي، وليد الركراكي سير حل مهم شان مغربي. الطعراجي لا ما كيفوت حتى شي فرصه، خاصو يهضر على المغرب. وقال لك حلقات جديده مثيره في مسلسل وليد الركراكي. كنبغي نقول لك ساعه والله الا كنحشم، لانه الواحد انا كنت في بلاصتك نحشم على اعراض، انت ما عندكش الاعراض اللي تشمع. غندخلوا في اعراض، حنا صايمين ما فاطر الحمد لله. لا راه فطرت يعني مع المغرب، ملي كيأذن المغرب كنفطروا. نتوما واقيلا كتاجلوا حتى العشاء لانه المغرب ياك. اجي انت اللي كتفرج فيه باقي ما درتي لايك لا كومونتير لا بارطاج صاحبي، تشوم عليك اشترك في القناه الله يرحم لك مواليدين. قربنا نوصلوا 200,000، بقات فقط 800 ولا مع 700 شخص يكونوا ينضموا العائله ان شاء الله، ونكملوا 200,000 واحد في العائله. دونك بارطاج بزاف، صيفطوا لحبابكم، قول لهم تابوناو، والله يعطيكم الصحه. شكرا لكم من القلب، هذا انس طاير يحييكم. عاش المغرب ولا عاش من خانه.